اتلموا عليه وضربوه. قالوا له مش هنخليك نافع ولا في غنى ولا حتى في تمثيل. وشه بقى كله علامات. ونقابة المهن الموسيقية بتقول اللي بيحصل ده قلة أدب وتقدير. اللي حصل للمطرب الراب زياد زوزة في شوارع المعادي لا يمكن حد يصدقه، وكل ده بسبب الغيرة. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت اتصدر اسم مطرب الراب والممثل الشاب زياد زوزة كل ترندات على السوشيال ميديا، وده بعد انتشار أخبار عن تعرضه للضرب على إيد 12 واحد في شوارع المعادي. والكل كان مستغرب وعاوز يعرف ويفهم هو ليه ده حصل، وإزاي اللي حصل ده حصل له على إيد واحد من أعز أصحابه. الحكاية بدأت بإن زياد كان موجود هو وفرقة في واحد من استوديوهات المعادي علشان يتفق على شغل جديد، وهناك قابله مطرب الراب في فرقة مافيا تاون حسين، واللي أول ما شاف زياد طلب منه إنه يتكلموا على انفراد وإنه عاوز يسأله على شوية حاجات. لكن صاحب زياد لاحظ إن حسين كان بيحاول يخلق أي مشادة كلامية بينهم وبين بعض، لكن للأسف زياد مدلوش الفرصة وسابه ومشي. وبعد خطوات بسيطة اتفاجئ زياد إنه اتلم عليه أكتر من 12 موتوسيكل، كلهم معاهم عصيان حديد وصواعق كهربائية وأحجار طوب. لكن الصدمة إن حسين كان من ضمنهم، وطلع هو اللي مخطط لكل ده. اتلموا على زياد وكانوا بيضربوه بعزم ما فيهم. مدير أعمال زياد زازا بيقول إنهم فضلوا يلحقوهم وعايزين يضربوهم، وعوروا زياد في وشه علشان زياد بيمثل، وحسين قاله علشان تبقى تعرف تمثل تاني. وأكد كمان في تصريحاته إنه ما كانش فيه أي خلاف بينه وبين زياد، بل بالعكس كان كل اللي بينهم شغله بس. وزياد كان لسه بيعزي حسين في والده من شهر فات، إنما كل اللي حصل ده غيرة من زياد، لأنه بقى معروف عنهم بعد ما دخل مجال التمثيل وكان عايز يعمل أي حاجة تضره في مستقبله. الموضوع ده أول ما حصل الكل سأل هو فين نقابة المهن الموسيقية من الكلام ده كله، لكنها طلعت وقالت إنه أصلا الاتنين مش أعضاء نقابة، والنقابة ملهاش إنها تتدخل. هما لما بيحبوا يغنوا بياخدوا تصريح يوم واحد للحفلة بتاعتهم، إنما هم مش تابعين بأي شكل لنقابة المهن الموسيقية. وأكدت النقابة وقالت مش أي حد تبع النقابة، لأن في جدول أعضاء عاملين دول الأولوية ليهم في الاهتمام، وبتبقى مسؤول وبتراعي العضو العامل والمنتسب. لكن زياد زازا معاه تصريح يومي وانتهى. دلوقتي يجي دوركم تقولولنا شايفين ان اللي حصل ده كله فعلا بسبب الغيرة ولا ممكن يكون في سبب تاني؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين.